عندما تتعرض بشرتنا لأشعة الشمس فوق البنفسجية فإنها تؤثر على كل شخص بشكل مختلف اعتمادا على لون الجلد. قد تحتاج دقائق فقط من التعرض للشمس لتحول بشرة أحدهم إلى اللون الوردي المحمر، بينما تحتاج بشرة شخص آخر إلى ساعات حتى يحصل تغيير عليها. إذن ما القصة وراء هذا الاختلاف؟ وكيف أصبحت بشرتنا مختلفة من شخص إلى آخر ونمتلك عدد كبير من ألوان البشرة؟ الأمر كله يعود حول الميلانين، وهي الصبغة التي تعطي للجلد والشعر لونهما. تأتي هذه التدرجات من خلايا الجلد التي تدعى الخلايا الصباغية، وتأخذ شكلين أساسيين. الأول هو اليوميلانين الذي يزيد من درجة اللون البني للبشرة وكذلك الشعر الأسود، والثاني هو الفيوميلانين الذي يسبب النمش البني والشعر الأحمر. لكن البشر لم يكونوا على هذا الحال سابقا، فقد تشكلت درجات اللون المختلفة لجلدنا من خلال عملية تطورية حدثت بواسطة الشمس. قبل آلاف السنين عندما هاجر أجدادنا شمالا من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا، عاش البشر القدماء بين خط الاستواء ومدار الجدي، المنطقة المشبعة بأشعة الشمس فوق البنفسجية. عندما تتعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية لوقت طويل، تدمر الأشعة فوق البنفسجية الحمض النووي الموجود في خلايانا، وتبدأ البشرة بالاحتراق. إذ كان الضرر كبيرا فقد تؤدي طفرات الخلايا إلى حدوث سرطان الجلد ميلانوما، وهو سرطان مميت يتشكل في الخلايا الصباغية للجلد. إذن كيف تعامل أجدادنا سابقا مع تعرضهم المستمر للأشعة فوق البنفسجية؟ مفتاح النجاة هو الواقي الشمسي الخاص بهم، والذي يتم صنعه تحت الجلد، وهو الميلانين. يحدد نوع وكمية الميلانين في جلدك فيما إذا كنت أكثر أم أقل وقاية من الشمس. يتعلق هذا الأمر باستجابة البشرة حين تتعرض لأشعة الشمس، فعندما تتعرض للأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى إثارة مستقبلات خاصة للضوء، والتي تحفز إنتاج الميلانين لحماية الخلايا من التلف. بالنسبة لأصحاب البشرة الفاتحة، يجعل الميلانين الزائد بشرتهم أغمق وينتج الإسمرار. على مدى أجيال تكيف البشر الذين يعيشون في مناطق خطوط العرض المشبعة بالشمس في أفريقيا من خلال امتلاكهم لإنتاج أعلى من الميلانين والمزيد من اليوميلانين، وهو السبب في إعطاء بشرتهم درجة أغمق. وقد ساعدهم هذا الواقي الشمسي الطبيعي على الوقاية من سرطان الجلد، وعلى الأرجح جعلهم متطورين وقادرين على تمرير هذه السمة المفيدة إلى الأجيال الجديدة. لكن سرعان ما هاجر أجدادنا المتكيفين مع الشمس شمالا إلى خارج المنطقة الاستوائية، وانتشروا في جميع أنحاء العالم. وكلما سافروا باتجاه الشمال أكثر، كانت الشمس التي يتعرضون لها مباشرة أقل. وقد شكل هذا مشكلة، لأنه على الرغم من أن الأشعة فوق البنفسجية قد تدمر البشرة، إلا أنها تمتلك منافع مهمة وتساعد الأشعة فوق البنفسجية أجسامنا على إنتاج فيتامين د، وهو عنصر أساسي يساعدنا في تقوية العظام ويتيح لنا امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفات والزنك. وبدون هذا الفيتامين سيصاب البشر بإعياء وضعف عظام شديدين، مما يمكن أن يسبب في حالة تعرف بالكساح. بالنسبة للبشر الذين حجبت بشرتهم الداكنة أي نوع من أشعة الشمس بشكل فعال، فكان نقص فيتامين د يشكل تهديدا خطيرا عليهم في الشمال. لكن وعلى مدار السنين تطورت أجسامهم على إنتاج أقل من الميلانين، لأنهم تعرضوا لكميات أقل من أشعة الشمس، مما جعل احتمال إصابتهم بالسرطان أقل. وقامت بشرتهم الفاتحة بامتصاص الأشعة فوق البنفسجية بشكل أفضل، فقد استفادوا من فيتامين د ونمت لديهم عظام أقوى ونجوا وقاموا بإنجاب ذرية سليمة. وعلى مدى العديد من الأجيال أصبح لون البشرة في تلك المناطق أفتح تدريجيا، ونتيجة لتكيف أجدادنا كوكبنا اليوم مليء بأشخاص لهم ألوان عديدة للبشرة. عادة البشرة الداكنة الغنية باليوميلانين في المناطق الحارة المشمسة حول خط الاستواء،
ودرجات البشرة الأفتح الغنية بالفيوميلانين تنتشر شمالا، حيث تقل كمية أشعة الشمس، ولذلك أصبحت هناك تدرجات مختلفة من ألوان البشرة، لكن بالتأكيد لا تعكس شخصية الإنسان، فلون البشرة لا يعكس شخصية وقيمة الإنسان، هو مجرد تكيف لأجسامنا مع قربه أو بعده عن خط الاستواء. إذا عجبكم الفيديو تضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وإذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا في التعليقات ليتم الإجابة عنه بفيديو مفصل.